بالنسبه للملحه اللي هو الازوت، انا كنهضروا على الازوت، هي الملحه الفلاحه معروف بالملحه. شنو الفرق ما بين ال 21 و 33 ونص و 46؟ ملي كنتكلموا على 21 هو يعني ماذا يعني؟ هي 21 وحده في 100 كيلو ديال الانكري، يعني 21 كيلو في 100 كيلو. 33 ونص هي 33.5 وحده ولا كيلوغرام في 100 كيلو في الخنجه، و 46 يعني ان 46 وحده ولا 46 كيلو في 100 كيلو. هذا هو الفرق بيناتهم من ناحيه الكميه. كنهضروا دابا على الكميه من ناحيه شنو عندهم الصيغه. ملي كنهضروا على 21 هو الامونيوم، يعني الصيغه ديالو هو الامونيوم. 21 يعني الامونيوم كياخذ واحد الوقت باش كيتحول في التربه. انا ملي كنديروا 21 خصو الوقت يعني باش انه كيتحول في التربه، وكيحولوه هما ديك الكائنات الحيه الدقيقه، يعني البكتيريا اللي كاينه في التربه كتحولو وعاد كتولي واحد وكيولي نيتريك، يعني كتسمى لا نيتريفيكاسيون. كيولي نيتريك وكيولي الصيغه ديالو سالبه، هي ان اوترو موان. هو كيكون ان اش 4 بلس، يعني كيكون هو امونيوم وكيتحول نيتريك، يعني لا نيتريفيكاسيون اللي كيديروها واحد البكتيريا كاينه في التربه. اذا خصو واحد شويه ديال الوقت. علاش 21 كنديروه في العمق؟ كنديروه السماء ديال العمق باش انه كياخذ شويه ديال الوقت عاد كانه كيتحلل لنا، وانه ديك البكتيريا كتحللو وكترجعوا نيتريك لا نيتريفيكاسيون، وعاد كتستعملوا السبعه كي كتستعملوا النبته، لان النبته يعني كتستعملوا على صيغه نيتريك. بالنسبه ل 33 ونص، 33 ونص هو لامونيترات، فيه واحد الطرف اللي هو لامونيوم وفيه النيترات واحد الطرف. هذا علاش كنديروا الغطاء؟ كنديروا الغطاء علاش؟ باش ان النبته مباشره كتاخذ واحد الطرف اللي هو نيتريك اللي فيه، لانه هو لامونيترات فيه النيترات، يعني فيه الصيغتين بجوج، فيه الامونيوم وفيه النيتريك. هذيك الصيغه النيتريك هي كتستعملها النبته مباشره، ومن بعد انها بيدمر الوقت اللي ديك الفورمه الاخرى اللي عنده اللي فيه حتى هو ديال الامونيوم كتحول وكتبقى عاوتاني كتلقاها النبته. اذا 33 ونص كناخذوه باش انا ناخذوه مباشره، واحد شويه الاخرى كيتحول، اذا كيكون حتى هو الغطاء. بالنسبه ل 46، 46 هو ديال الغطاء، حتى هو كيكون في الغطاء. علاش؟ لان حتى هو واحد الفورمه خاصه ديال الامونيوم، ولكن هو كيتحول سريعا، كيتحول للنيتريك، يعني كيتحول. هادشي علاش كنديرو دابا في الغطاء حتى هو ما كنديروش يعني هذا العمق، ماشي سماد العمق، هو سماد ديال التغطيه. و 46 غير هو 46 هو باش مزيان فيه 46 وحده، يعني راه فرق كبير بين 46 و 23 و 21. الا قلنا 21 راه 46 راه الدوبل، راه جوج مرات عنده الوحدات في القنطار، كل قنطار فيه 46 وحده. ولكن هو خصنا نحتاطوه هو دغيا كيتبخر من التبخر، كيتبخر عندنا بالحراره، وكيتبخر عندنا ملي كتكون عندنا الارض ماشي مهويه. الا ما كانت عندنا الارض ماشي مهويه كاين واحد البكتيريا اللي هي كتبخر لنا الازوت. الازوت كيكون في التربه. اذا خصنا تكون عندنا التربه هشه، ما تكونش عندنا واحد التربه اللي هي كتغلق لنا، ما كتكونش مهويه التربه. ثاني حاجه ما تكونش الحراره، لانه هو كيتبخر، يعني الحراره ما كيبقاش حراره. هذا هو الفرق بيناتهم هذو ثلاثه بهم. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا جوج 33 ونص و 46 كيديروا كوفيرتور، كيديروا يعني في الغطاء، و21 كنديروا في العمق. هذا هو الفرق بيناتهم. بالنسبه لا لوزيرن هي حيت هي ستوليغيمينوز، هي لا فامي يعني ستوليغيمينوز. هي عندها هي لينوزيتي وكتفيكسي لازوت اتموسفيريك، يعني هي كدير لازوت. دونك اني با نيسيسير يعني تكون انفيرتيزاسيون ازوتي بالنسبه لسميتو. غير في الاول في البلونطاسيون ديالها مثلا في الزريعه ديالها، غير دير واحد كتسمى واحد يعني ستارتير، كتسمى واحد فيرتيزاسيون ستارتير، يعني كدير واحد البتيت كونتيتي شويه في الاول باش انك ديفلوب. من بعد هي راه كدير لي نودوزيتي ديالها، وهي الفيكس لازوت اتموسفيريك، يعني هي كدير غير بوتاس والفوسفور. ولكن بالنسبه للازوت الي انيتيل، يعني تقريبا بالنسبه لليزيرن خصها غير واحد شويه، يعني كوم اونغري دو ستارتير في الاول كيتسمى. اما بالنسبه لها هي ما كتحتاجش لازوت، هي اللي هي كيجينير لازوت، يعني هي كتحول لازوت اتموسفيريك كتردو اسيمي ولا بلونت. وهي إليش لو سول، يعني إليس لو سول غيش اون ازوت، يعني ما محتاجاش هي لازوت. وهادشي اللي كاين. تبارك الله عليك.